مرحبا، معكم حلا، مدربة حياة ومهتمة بكل ما يخص تطوير أرواحنا لنسخة أفضل. اليوم حنطبق مع بعض تقنية النقر اللي هي من خلال نقرات محددة على الجسد أنت بتحصل على مشاعر عالية أكثر. طيب، هاي التقنية بتقوم أول شي على الاعتراف ثم مسامحة الذات بأي شعور أنت أطلقته أو تبنيته. طيب، هل أنا بالبداية لما بدي أقولك تخيل حالك بدون خوف، كيف تتصور حالك؟ كيف بتحس أثناء تخيلك؟ بكل بساطة ممكن تقلي بحس بالانطلاق أكثر، بحس بإني متصل مع ذاتي أكثر، أو إني أكثر ابتسام. حقلك هاي هي حقيقتك، لكن هاي الحقيقة ما تجلت بعد على أرض الواقع. أكيد في سبب إنه هو في إعاقة، تمام؟ حتى لو كانت الإعاقة شعورية، هاي في شيء معيق هذا التجلي. لهيك نحن اليوم بكل بساطة ووفق لقانون الجذب منقول أنت تجذب ما تشعر به. تمام. وأيضا الإنسان بكل بساطة بيكون ظالم حاله بمعتقد هو مصدقه، يعني مو دائما المحيط الخارجي هو بيكون عم بيساهم لك بالظلم، وإنما أنت أيضا بتكون عم تساهم لنفسك من خلال تبنيك لمعتقد أو فكرة أنت صدقتها، تمام، عن نفسك بتكون هي خاطئة. لهيك بنقول لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. أثناء أيضا هلأ قيامنا وبدأنا في ممارسة هاي التقنية، بدي منك أول شيء تحط الخوف اللي عم بيعيق تقدمك في هاي الحياة، تمام؟ وأيضا تحط عندك ورقة مخاوف، تحط ورقة المخاوف قدامك، وحنبلش هلأ في التقنية. في تطبيقها أنا كاتبة طبعا على الورقة حتى أكون ماشي بتسلسل معين. بكل بساطة نبدأ. بالرغم من أني أحب الوصول لنسختي الشعورية الأكثر تمكين وشجاعة، إلا أنها ليست موجودة بي الآن، وهذا يعني أنني أعيق ظهورها بالتأكيد، أنني أقاومها، ولا بد بأنني أفكر بأنني خائف. نعم، أنا خائف، أو شيء يشعر بأني لا أستحق تلك النسخة، أني أريد العمل كثيرا حتى أحصل على تلك النسخة. لهذا أنا الآن أقول بأن أتقبل نفسي وأسامح نفسي بعمق، وأتقبل ما أنا عليه على أي حال، بالرغم من أني أحب وبشدة الوصول لتلك النسخة مني الأكثر تمكين وشجاعة وانطلاق، لكنها بالتأكيد ليست موجودة بي الآن، وهذا يعني أني أعيق ظهورها، أو أني لازلت منغلق على الاستقبال. ربما يشعرني بامتلاك الشجاعة وتحرير الخوف بعدم الأمان، ربما يشعرني أني لا أستحق، أو شيء بي يشعر بأني لا أستحق. ربما مشاعري أو تحرري ستجلب لي بعض التحديات، أو حتى المشكلات الأسرية، أو بعض الأحكام المختلفة من الناس. ومع هذا إنني أتقبل نفسي وأسامح نفسي بعمق، وأقول وبالرغم من أني خائف، وأنا بالتأكيد أحب امتلاك تلك النسخة الأكثر تمكين والشجاعة، وأحب ظهورها وتجليها على أرض الواقع، إلا أنني فعلا سأقر الآن وبشدة بأنني أعيق ظهور تلك المشاعر الأخرى، وأنني مساهم بجزء كبير من هذه الإعاقة، وأنا أفكر بهذه العرقلة التي تحدث لي يوميا وباستمرار. سوف أفكر بشدة من أكون أنا بحقيقتي، من أكون أنا بداخلي بدون تصديقي لأي فكرة خاطئة عن نفسي، من أكون أنا بداخلي وحقيقتي بدون هذا الخوف. من السخف أن أبقى لسنين وأنا خائف وأستمر على هذا الخوف وعلى هذه الإعاقة. لهذا سأقول وبالرغم من هذا كله، وبالرغم من هذه الإعاقة البالغة والخوف الشديد بمشاعري، ولا بد أني ارتبطت بهذا لسنين ولمدة ليست بسيطة،
أريد أن أقول وأعترف أنني أعيق ظهور مشاعري الأكثر انطلاق وشجاعة وتمكين مني، لأنها لم تظهر حتى الآن، ولا بد أنني أفكر أني أشعر بعدم الأمان أو شيء بي لا يستحق أو غير مستعد، شيء بي يعرقل يقاوم وجود نسختي الأكثر شجاعة وتجليها. جزء مني يعتقد بعدم الأمان، أو هناك جانب مني لا يريد. جزء مني يعتقد أنها ليست أمان لي. تلك المشاعر السعيدة الجريئة المتحررة ربما تفسد شيء أنا معتاد عليه في منطقة راحتي، ربما تفسد شيء أنا معتاد عليه، ربما تحميني من شيء، ربما هذا يجعلني أشعر بالحماية بالاعتياد، ربما تفسد شيء أنا معتاد عليه بالأصل، أو ربما يحميني من شيء. ربما أشعر بالحماية بأنني محمي حتى من التغيير، حتى من المجهول، حتى من الأشياء الغير متوقعة. حتما أنا أعيق ظهور شجاعتي ونسختي الأكثر تمكين وتحرري من الخوف. إنها بالتأكيد في داخلي، في ذبذباتي تلك النسخة، في تردداتي. لهذا أنا أسمح وسأدع الكون الآن يساهم لي، وأقول بأنني بالتأكيد أمتلك نفسي بشكل كامل، ولا بد أن أصبح منفتح ومتحرر نحو شجاعتي لتظهر في حياتي. أنا أحب فكرة ظهور شجاعتي وتحرري من الخوف في حياتي كلها. إنني منفتح للتخلص من هذه المعوقات، إنني منفتح تماما للتطهر من أي شيء في داخلي. الآن أفتح كل القنوات بداخلي لاستقبال مشاعر متحررة. أرحب بكل أشكال تحرري من الخوف. هنالك مليون طريقة لهذا التحرر، واللي تجعل المخاوف كلها تتلاشى. لهذا أنا هنا والآن. ليس لدي مانع بإطلاق مخاوفي وجعلها ترحل، وأنا أقول نعم بالفعل ليس لدي مانع. لهذا أنا منفتح لكل الطرق للتحرر. إنني فعلا متشوق للشعور الإيجابي، إنني منفتح ومستقبل له، لشعوري الأكثر إيجابية وتحرر وسعادة. لقد كنت بعيق لمدة طويلة بما فيه الكفاية لهذه المشاعر واستقبالي لها. لقد كنت معيق لنفسي، لأسرتي، وللعيش أيضا بسعادة. أنا ممتن الآن وشاكر، ممتن لله وشاكر للطريقة التي يمدني بها بالأمان، للطريقة التي أعبر بها عن نفسي، للطريقة التي وجدت بها مشاعري، للطريقة التي أتصل بها مع نفسي وأكون صادق أثناء مشاعري تجاه نفسي. عندما أقول نعم أنا منفتح لهذا التحرر وأسمح له بالظهور. أنا أقول نعم لكل نسخي، وشكرا لكل نسخي في الماضي والحاضر. أقول شكرا. وعندما أقول أنا منفتح لهذا التحرر وأسمح له بالظهور، أنا أرحب بنسختي المتحررة، أنا أرحب بنسختي الشجاعة، وأسمح لنفسي أن أحرر هذا الخوف من كل نظامي العصبي والطاقي وعقلي الباطني، رجوعا بالأحداث التي أذكرها أو لا أذكرها في الماضي في كل زمكان. أنا أسمح لهذا الخوف أن يرحل بكل ألوانه وأشكاله. اللهم أنزل علي السكينة والطمأنينة، اللهم أنزل علي السكينة والطمأنينة. أنا أسمح بأن أمشي بدون هذا الخوف، أسمح لنفسي أن أمشي بدون هذا الخوف وأتخلى عنه بشكل كامل، وأرحب بنسختي الأكثر شجاعة وتمكين وانطلاق، الأكثر استحقاق. أرحب بها وأقول شكرا ونعم، أسمح برحيل هذا الخوف من حياتي كافة.